اللي يعرفني عن قرب او حتى اللي ما يعرفنيش بس بيتابع القناة اكيد فاهم اني غاوي فن بالذات السينما. اجواء الافلام بالنسبة لي حاجة كده زي تجربة انسانية بتعبر عن تطور حضارتنا من وقت ما كنا لسه بنرسم النقوش على الجدران لحد ما بقينا نحكي قصص في قاعات السينما المظلمة. هدف الفيديو المرة دي اني اراجع معاكم كل الافلام اللي شفتها في 2023 واللي يعني صدق او لا تصدق كده طلعوا حوالي 30 فيلم. مش بتكلم هنا عن الافلام اللي انا شفتها في التلفزيون او على الموبايل، لا انا بتكلم على الافلام اللي دخلتها سينما بنفسي. انا اتفاجئت من الرقم بصراحه، يعني زيك كده اوكي. وعرفته امتى بقى؟ لما شفت اسبوع باسبوع ايه اللي نزل سينمات مصر السنه دي، فلقيت العدد كده يعني بتاع 30 28 حوالي. في افلام شكيت اذا كنت شفتها في 2023 ولا قبلها، لانها كانت نازله من 2022 ومستمره ل 2023، فدول ما حسبتهمش معايا في الحسبه. هفكركم كده في السريع انا بعمل ايه في مراجعاتي. اول حاجه انا هقول رايي من غير حرق في كل فيلم. تاني حاجه هنصحكم تشوفوا فيلم ولا لا. طيب، اول فيلم نازل من السنه اللي قبلها كان افاتار الجزء الثاني. اعتقد انا شفته في ديسمبر 2022 مش 2023، بس انا بحكي لك عليه بسرعه. فيلم هيعجبكم لو فقط عجبكم الجزء الاولاني، لو ما عجبكمش اعتقد مفيش داعي. مشكلتي الاساسيه مع الفيلم هو طوله المبالغ فيه بطريقه غير مبرره. في ناس يعني انا شفتها مشيت في النص. انا كمان قمت النوم بصراحه في نقط بعينها. ما يمنعش ان في حاجات تشفع الفيلم اوفرول، هو مش وحش خالص، لكن على الصعيد الشخصي شايفه فيلم واخد اكتر من حقه حتى لو مش سيء طبعا. الفيلم التاني في الليسته معانا شوت جان ويدنج. الفيلم نازل في ديسمبر بس احساسي ان انا شفته في يناير. فيلم مش طموح، مش بيقعد باكتر من وقت تتسلى فيه نسبيا. فيلم رومانسي كوميدي وفيه اكشن كمان. لو ما اتفرجتوش عليه مش هتخسروا حاجه. يعني في افلام تانية كتير نفس الجنرا ممكن ارشحها غيره، لكن لو هتشوفه فانصحك تشوفه مع الشخص اللي انت مرتبط بيه. ده هيخلق ماده للهزار بينكم لمده يوم يومين كده قبل ما تنسوا الفيلم كله على بعضه اصلا يعني. فيلم بعد كده بلاك ادم. انا شخص مش متيم بالدي سي يو، ويمكن باستثناء مان اوف ستيل شايف اغلب الافلام في السلسله كانت اقل من اللي كان ممكن يتقدم بنفس الماتيريال. حتى لو في افلام منهم كتيره ظلمت نقديا على الاقل مقارنه بافلام سيئه جدا عند مارفل بس نجحت لاسباب غير فنيه مش هتكلم فيها دلوقتي. بلاك ادم يعتبر من الافلام المتوسطه في عالم الدي سي يو. هو مسلي ويمكن بدايه لاتجاه لا باس به في التحسن في الجوده. ويمكن لو كان الفيلم ده بالذات نجح كان زاك سنايدر رجع وحصل كتير ايجابي. بس يعني طيب تشوفوه ولا لا مش فارقه، هو فيلم مسلي لو قفلت دماغك بس ذاتس ات. طيب انا بحب افلام الرعب، بس من النادر انك تلاقي فيلم رعب معمول برواقه ومزاج زي زمان. ده ليه علاقه بان التوقعات بقت عاليه من جمهور الافلام دي. بقى من الصعب انك تخوف مشاهد شاف عشرات المشاهد المخيفه، فهتعلي على اللي شافه ازاي اصلا يعني. ويجي هنا فيلم رائع، انا بتكلم عن سمايل. سمايل ده فيلم كريبي بطريقه متوحشه، يعني حتى لو ما خفتش جوه الفيلم فالفكره نفسها مزعجه كل ما تيجي في بالك وتفتكرها. الفيلم ده انا شفته مرتين في السينما اعتقد في 2022، لكن انا بذكره هنا عشان اتفاجئت لما انا ببص كده على الاسابيع لقيته ان هو كمل لحد 2023. ودي مفاجاه كويسه طبعا، لاني بنصح جدا انك تشوفه لو كنت بتحب افلام الرعب او عايز حتى تجرب اول فيلم رعب ليك. ونيجي هنا لاخر فيلم من افلام 2022 اللي امتد عرضها ل 2023 عن استحقاق، فيلم مصري معروف جدا، كيرة والجن. فيلم حلو طيب هايل، دي فيها كلام. انا اعتبره من افضل الافلام المصريه الحديثه، لكنه طبعا بعيد عن الليفل بتاع افلام مصر الجاده في التسعينات ستينات خمسينات كده يعني. انا شايفه فيلم منور في وسط الافلام المعتاده دلوقتي. القصه فيها شويه مشاكل وبناء بعض وليس كل الشخصيات بيسيب مساحه كده اللي هو طب ليه يا مخرج ما نركزش هنا شويه، ها ليه؟ بس بعيد عن نقاط الضعف نقاط القوة مجلجلة وجدا. فيلم مصري بيعرفنا عن مرحلة مهمة جدا في حياة المصريين. أصل الناس لو نسيت قصتها أمال مين هيفتكرها بدلهم؟ أنا شايف فيلم مؤثر ولازم يتشاف، ما عنديش شك في كده. من هنا بقى بتبتدي رحلتنا الحقيقيه في الفيديو ده، وفيلم نزل في مصر فعلا سنه 2023 يعني مش ممتد عرضه من 2022. كان عن فيلم ميجان. انا مش عارف اصنفه بصراحه، هو رعب ولا خيال علمي ولا اثاره ولا كوميدي تمام. انا متخيل ممكن يكون خليط من كل ده. الفيلم فكرته حالمه بس طموحاته بسيطه. ده مش تقليل منه، اعتقد صناع الفيلم كانوا عارفين عايزين ايه من الفيلم. بنصح تشوفوه لو عايزين تتفرجوا على فيلم مسلي تقدر تتخيل نهايته من نصه ومن غير فرهضه يعني. من الافلام اللي ممكن تشوفها كموفي نايت مع حد، عشان مودكم بعد كده هيبقى جميل وهيسمح بدردشه تجمعكم اكتر. تاني فيلم نزل سنة 2023 وشفته هو اوبريشن فورتشن. لما طلعت من الفيلم ده كان جوايا جملة كده بتلخص الفيلم، هو يعني ميشن امبوسيبل الغالبة من الآخر يعني. بحب اشوف الفيلم ده تاني بصراحة.
ما حسيتش ان انا متضرر وانا بتفرج عليه، بس حسيت انه مجرد فيلم عادي. طبعا مش لازم كل الافلام تبقى مبهره، بس حسيت ان الفيلم ده كان ممكن ندي فلوسه لمخرجين تانيين ونعمل بيهم افلام ممتعه اكتر، حتى لو هتبقى افلام سطحيه برضه. خشوا الفيلم ده في حاله انكم بتحبوا جيسون ستيسم جدا، اللي هو مش عايز يفوت لك اي فيلم ليه مهما كان. بعد كده معانا فيلم تاني، فيلم بلين، لواحد من الممثلين اللي بحسبهم في معظم افلامهم على تيار اليمين القومي الامريكي. بتكلم هنا على البطل بتاع الفيلم اللي هو جيرارد باتلر، اللي معروف اكتر بافلام زي 300 او اولمبس هاز فولن وهكذا. لكنه بيفاجئني من فتره للتانيه فيلم يبان انه بسيط التكاليف بس افضل من افلام كتيره ضخمه الانتاج، ده واحد منهم. الفيلم بيجذبك بسرعه للتعاطف مع الشخصيات الرئيسيه، وبتهتم لمصيرهم فعلا مع استمرار الاحداث. يعني بنصح في الفيلم ده في حالة انك ما تكونش يساري حساس. ثواني بقى عشان الحتة دي، انا مش ضد اليسار خالص، تمام؟ بس زي ما في يمينيين متطرفين، في يساريين برضو مبالغ فيهم شويتين كده، ممكن يحسوا بان صناع الفيلم عندهم زينوفوبيا. طبعا يعني عزيزي لو انت بتتفرج عليه دلوقتي ومش عارف يعني ايه زينوفوبيا، فانت كده في السليم جدا يا معلم، وتتفرج على الفيلم عادي، انت كده مش من الياسين اللي بتكلم عنه. نوقف كلام شويه عن الافلام، وانا ناوي اتكلم على 3 مسرحيات في الفيديو دوت. فلو لقيت اي فرصه انك تشوف 3 مسرحيات دول تبقى خدمت نفسك. 3 مسرحيات فعلا حلوين. اول واحده معانا دلوقتي هي مسرحيه ولا في الاحلام، مسرحيه غنائيه من نفس صناع اجمل مسرحيه غنائيه في تاريخ المسرح المصري بالنسبه لي على الاقل. بتكلم هنا عن مسرحيه ليلى، وما ادراك ما مسرحيه ليلى. وما ادراك على ازاي ليلى دي مهمه عندي جدا، وكل حاجه حصلت تخصها والملابسات اللي حصلت وانا بشوفها. مهم اني لما عرفت ان صناع مسرحيه ليلى دي هيعملوا مسرحيه جديده، رحت بتوقعات عاليه جدا. وبصراحه مسرحيه ولا في الاحلام اللي بتكلم عنها دلوقتي ما خذلتش التوقعات دي. هي بصراحه مش بقوه ليلى، بس امتعتني وشفتها مرتين قبل ما يخلص عرضها. حد هيسالني طب لو مش بحب المسرحيات الغنائيه اعمل ايه؟ اشوفها برضو؟ شوفها برضو. انا اصلا نادرا ما تعجبني مسرحيه غنائيه، لكن دي ليفل تاني تماما. هكلمكم عن مسرحيات تانية كمان شويه، بس بما ان انا ماشي بترتيب النزول في 2023 فهنرجع للافلام تاني. وفيلم اقل بكتير من المتوقع، بكلم عن انت مان اند ذا واسب كوانتمانيا، اللي هو الجزء الثالث من انت مان. الفكره ان انا بشوف افلام الشخصيات بتاعه عالم مارفل يعني بحسها حاجه لايت، يعني زي انت مان برضه بحسه وجبه خفيفه كده بتفصلك عن بقيه العالم بتاع مارفل واحداثه اللي هي كومبليكيتد ومتشابكه وكده. شخصيات انت مان بتبقى اقرب للحياه العاديه وبالتالي ريليتبل اكتر من اغلب الشخصيات اللي في عالم مارفل. احداث حياتهم مش اعتياديه اغلب الوقت. بس الجزء ده مش عارف ايه اللي جرى، يعني انا ما طلعتش منه مبسوط بصراحه. يعني ما ضحكتش من قلبي زي ما حصل في الجزء الثاني مثلا. ولقيت نفسي بسأل يعني أسئلة كتير كده عن غياب شخصيات بعينها، واختيارات مش أفضل حاجة بالنسبة للقصة. يعني بصراحة مش قادر أنصح بيه. يعني لازم تكون فارق معاك جدا إنك تشوف كل شيء في عالم مارفل، فبالمرة تشوف ده معاهم. يعني كلام قريب برضو هقوله عن فيلم شازام الجزء الثاني، نرجع للدي سي يو. الفيلم أحسن نسبيا من فيلم أنت مان، بس الفيلم لوحده مش كفاية إنه يدفعك تتفرج عليه. اغلب الافلام في عالم مارفل ودي سي وكده الناس بتشوفها يعني عشان لو مش مهتمه بشخصياتها، ساعات بتحس ان احداث الفيلم بتفرق مع العالم ككل فبتخشه. في الحاله بتاعت شازام للاسف الفيلم خسر من قبل ما ينزل، لان الشركه قررت ان الافلام الجديده كلها ما بقاش ليها لازمه. العالم بتاع الدي سي يو هيتقفل خلاص، هو قالوا كده، وهيعملوا عالم من اول وجديد. وبالتالي فرجه الفيلم او عدمها مش هتاثر اصلا في الدي سي يو، لان ما بقتش فارقه. يعني هو العموم الفيلم مش وحش، بس وقتك اهم، مفيش داعي يعني. نروح لواحد من اهم افلام 2023 وواحد من افضلهم بلا شك، جون ويك الجزء الرابع. الفورميلا على بعضها كانت ابتدت تجيب ملل زي ما شفنا كده في الجزء الثالث ده بالنسبه لي، يعني كتير وانا منهم شايفينه اقل الاجزاء في جودته. انما الجزء الرابع بيرجع تاني للشيء اللي ميز السلسله دي في الجزء الاول والثاني. مزيج جميل من الشخصيات المثيرة اللي جاية من عالم شيقة وحوارات يعني فعلا أعمق مما تبدو، ومشاهد أكشن أجدد وأصعب وأشيك من اللي بيطمح ليه الجمهور. فيلم ممتع فعلا، ومن الأفلام اللي لما تتشاف سينما بتخلق حالة من التفاعل كده من الجمهور في أكتر من مشهد. أنا دخلت الفيلم 3 مرات على فكرة، كل مرة في نفس المشاهد بسمع نفس التعليقات من الجمهور وبينسجموا بطرق متشابهة جدا. دي شطاره جدا من مخرج، وبنصحكم ان انتوا تشوفوا الفيلم يعني، بس الاول شوف الاجزاء اللي قبله. يعني عشان ايه؟ عشان انت حتى صحيح تعرف تشوف الفيلم ده لوحده، بس مش هيديك وقتها نفس التاثير. anyway ننطلق لفيلم تاني اقل بكتير في الجوده، Dungeons and Dragons Honor Among Thieves.
انا عجبني نوعا ما لما شفته السينما، بس مش الاعجاب اللي يخليني انصحكم تدخلوه للدرجه. في افلام فيها يعني زي ده كده افكار مضحكه مبتكره ساعات، بس ذاتس. نرجع هنا لمسرحيه تانية، مسرحيه طيب وامير. بصوا انا ما صدقتش غير وانا جوه، يعني كل الجمهور ما بطلش ضحك فعلا فعلا مده العرض كله تقريبا. يمكن في حتت حسيتها طولت شويه منهم دون داعي، بس في المجمل دي واحده من افضل المسرحيات الكوميديه اللي ممكن تشوفها. يعني باختصار شوفوها في اقرب فرصه لو نزلت، اتمنى انها تنزل تاني. مع قرب دخولنا موسم الصيف ل 2023، بما ان احنا ماشيين بالترتيب، بنقابل فيلم Guardians of the Galaxy Volume 3 الجزء الثالث، اللي عن نفسي ما انبهرتش بيه واستغربت اعجاب البعض الشديد بيه. هو مش فيلم وحش طبعا، بس طول ما انا ماشي الفيلم معاهم استمتاعي بيه كان بيتضرر من نقاط الضعف الواضحه في بناء الشخصيات، واحساسي بان بعض المشاهد كان ممكن يبقى اخراجها افضل من كده بمراحل. رساله الفيلم اصلا في غايه الجمال، ويمكن عشان تهمني وانا مش عايز احرق، بس يعني هي تهمني، فحسيت انها ما خدتش حقها، بس مجرد احساس شخصي. وبالتالي رغم اني ما اتكيفتش، بس هنصحك تدخل الفيلم. ليه؟ لان الاغلبيه شايفاه فيلم هايل، وانا شايفه برضه لا باس به، يعني فرصه انه يعجبك كبيره جدا. ده شيء مش هقدر اقوله قوي عن فاست اكس اللي هو الجزء العاشر. السلسله دي ممكن دراستها ليه بقى عشان نفهم ازاي قدرت توصل للجزء العاشر بجانب بعض الاعمال الفرعيه ليها. لكن anyway، انا اني انصحك انت تخش الفيلم ده فهتكون جريمه فنيه انا بشترك معاهم فيها وقتها، انا اسف. هنصحك بس تخش لو كنت في مرحله عمريه اقل من 14 و15 سنه، انا اسف ان بقول كده. كامل احترامي للي حب الجزء ده بالذات، بس ما عجبنيش. ونرجع تاني للافلام اليمينيه، والبطل اليميني جير باتلر. فيلم قندهار هو فيلم كويس يعني بالكاد، فيلم ما اعتقدش يهم المشاهد العادي، انما يهم المشاهد اللي مهتم بالصراعات السياسيه في منطقه وسط وغرب اسيا، وده غالبا هيبقى يا باحث يا متخصص، او على الاقل يعني مولع بالموضوع الشائك ده. طيب لو مش متخصص وعايز حاجه تانية في نفس السكه بس احسن، شوف فيلم حاجه زي مثلا بادي اوف لايز، فيلم ليوناردو دي كابريو راسل كرو، من اخراج المخرج اللي انا بحبه العبقري ريدلي سكوت. الفيلم ده يغنيك طبعا قندهار وحاجات تانية كتير. نفس اللي قلته من شويه على فاست اكس هرجع اقوله دلوقتي على ترانسفورمرز رايز اوف ذا بيست. مفيش داعي خالص خالص انك تشوفه. اول مشهد كان يعني بالزق كده، بعدها فاكس. نخش بقى على واحده من اكبر الفرص المهدره في 2023، فيلم ذا فلاش. اجد من الصعوبه اني ما احرقش هنا، بس انا مش هحرق. فيلم كويس، بس كان ممكن يبقى علامه فاصله في تاريخ افلام السوبر هيروز. الفيلم معتمد بشده على الليجاسي بتاعت فيلمين من اقرب الافلام النوعيه بتاعت السوبر هيروز دي لقلبي، كام على مان اوف ستيل وباتمان ريتيرنز. استغلهم كويس بس استغلهم صح لا، ما عندوش كتير يقدمه. بعيدا عن الافلام دي، اقوى شخصيات الفيلم هي شخصيات اتبنت في افلام قبل كده زي الفيلمين المذكورين. كل الشخصيات الجديده ملهاش قوام جذاب هنا، فرصه ضايعه فعلا. مشهد نهايه محبط، وبعتبره يعني قلم كده صفعه على وش اي فان لعوالم دي سي بجميع نسخها. طيب يعني نشوفه؟ شوفوه بس بتوقعات عاديه، وما تحاولش تقارنه بالليجاسي اللي بياخد منها، وقتها هتستمتع اكتر مني بيه. ومعانا هنا فيلم مصري، فيلم هو الأكثر مبيعا ونجاحا في 2023. بتكلم عن فيلم بيت الروبي. فيلم عايز يقول حاجات مهمة جدا، معمول بحرفية واضحة، بس الفيلم نفسه مش ملهم. الفيلم شكله براق بإنتاجه وإضاءته وكل تفاصيله، حتى لبس الممثلين ومصروف عليه وثمنه فيه، لكن ساعات الصرف كان مبالغ فيه لدرجة تحسسك إن اللي شايفينه ده الديكور، دي مش بيوت وشوارع عادية. القصة كمان بتعشمك، فيمكن تحس بإحباط نسبي بعد ما بتحس إن في شيء أقوى كان المفروض يحصل، بدل اللي يعني بيبان لنا كده مع انكشاف الحبكة. ده مش تقليل من الفيلم خالص، الفيلم يستحق المشاهدة، إنما أنا بحاول أقول إن نفس الفيلم ده لو كان ممثلين تانيين، وخصوصا كريم عبد العزيز، يعني لو كان ممثلين تانيين هم اللي عاملينه ما كانش هياخد نفس الاهتمام والرونق. أعتقد كده. أعتقد المشكلة الأساسية إن الأحداث فعلا مش ملهمة، مش انترستنج كفاية. حاجه كمان معلش، انا ما قدرتش اصدق، يعني كريم عبد العزيز نفسه حسيته مش مصدق دوره. هو هنا كان مش بيمثل بقدر ما كان بيقوم بشخصيته هو، يعني نفس هزاره وطريقته، يعني حاجه كده. فيلم بيقول حاجه مهمه زي ما قلت، بس كان ممكن يكون اهم. شوفوه. طيب نيجي هنا لفرصة مهدرة تانية، فيلم نزل في توقيت غير مناسب، Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. فيلم بيقول حاجة مهمة برضو وجدا، إخراج عالي ومتكلف، توم كروز واخد الموضوع بصورة شخصية، وشايل فيلم على كتفه مع صناع العمل كالعادة، أكشن فوق الخيال كالعادة برضو، بس بيحترم عقلك. ليه؟ لأن أنت بقيت مصدق خلاص إن ده ممكن في أفلام توم كروز، لأنك بتبقى عارف من قبل الفيلم إن هو اللي عمل الحركات الخطرة بنفسه.
موسيقى وتصميم فني مبهرين، لكن الفيلم نازل ينافس فيلمين مسنودين بدعاية غريبة، دعاية قوية جدا هنتكلم عنهم بعد شوية. حاجة كمان، الجزء اللي قبله في سلسلة ميشن امبوسيبل وكمان الفيلم بتاع توب جان بتاع توم كروز السنة اللي فاتت كانوا أحلى من ده لأسباب مش هقدر أتكلم فيها قوي عشان ما أحرقش. كل الأسباب دي خلت الفيلم ده يعني بالعافية يغطي مصاريفه للأسف، وبما إني شايف إن ده واحد من أجمل أفلام السنة التجارية لدرجة إن أنا دخلت 3 مرات برضو، فدخلت سينما 3 مرات، فأكيد هقول لكم شوفوه واستنوا بارت 2 إن شاء الله بإذن الله. وبعدين نيجي للفيلم اللي تم نسج اساطير حواليه وكانه فيلم ما حصلش زيه قبل كده. انا بتكلم عن اوبنهايمر، وقبل ما حد يغلط هو فيلم جميل قوي متعوب فيه جدا، بس في مبالغه في التسويق ليه على انه فريد من نوعه. يعني هو مش فريد من نوعه ولا حاجه، الفيلم ده مش افضل اعمال مخرجه اصلا ولا من احسنهم، لان سابقه كتير في لسته اعمال المتميز والمبدع كريستوفر نولان. تاني انا بوضح جدا ان الفيلم حلو ومش وحش، لكنه مش افضل افلام السنه دي حتى. اقوى حاجه في الفيلم ده تمثيل اسطوري احيانا، واسوأ ما فيه يمكن التطويل بسبب طريقه الالقاء اللي بقت اقرب للدوكيومنتريز بصراحه. يعني فكرة انا محتاج اوضح ان الفيلم ده حلو كل شويه عشان محدش يزعل مني في الفيديو يعني، بس الفيلم مش مبهر، حتى المشهد الكل مستنيه في الفيلم مش مبهر. المبهر يمكن هو مشهدين بالعدد. باختصار انا شايف ان دي محاوله لنولان انه يكسب اوسكار، فبيشوف ايه المطلوب ويعمله، بما ان يعني افلامه الاسطوريه بجد بقى زي انترستيلر مش بتعجب لجان الاوسكار، ومش ذنبه يعني ان هو جه في وقت ان الاوسكار بقت اختياراتها فيها علامات استفهام يعني. المهم طبعا شوفوا الفيلم. بس anyway، لو اوبنهايمر فيلم حلو، هو طبعا حلو بس مش واو، ففيلم باربي بقى فيلم متوسط وباهت، بس يعني للاسف ما ينفعش تنتقد الفيلم ده بسهوله في العالم كده من غير ما حد ينتقدك بصوره ضخمه. انا مش ضد ان حد ينتقدني عادي، ما انا بنتقد الفيلم هو عادي، بس عموما لما رحت كنت مقلل توقعاتي وكنت رايح اتبسط بالجو العام، اللي هو انا كولد بقى لابس الوان حتى لو مش زي كان بالظبط والبنات برضو تلبس حاجات كيوت زي باربي حتى لو مش بالظبط، فهو يعني الاوتنج نفسه لذيذ يعني. بس الترند خلص خلاص، فمش بنصحكم تروحوه يعني، هو كان حلو وقت الترند بس. نرجع لعودة جديدة للأفلام المصرية وفيلم وش في وش، فيلم كوميديا سوداء عن العلاقات ما بعد الجواز، مزيج غريب بس شاطر من الضحك والنكد، فيلم صادم بس واقعي، في بعض مبالغات بس في المطلق هو بيدوس بصباعه على الجرح، يعني عشرات الرسائل غير مباشرة كده بشطارة. أنصحكم بشدة تشوفوه، بس ما تخلوش الفيلم يأثر على مودكم بصورة سلبية، لأنه للأسف زي ما بيضحك زي ما بيضايق برضه. معانا كمان فيلم تاني لأفلام السوبر هيروز، فيلم بلو بيتل. هو مش وحش بس ما انصحكمش تشوفوه للدرجه، بس لو لقيتوه شغال على التلفزيون يعني كده اتفرجوا. لكن هنا بقى انا جاي اتكلم على فيلم هو مفاجاه 2023 بالنسبه لي، وهعتبره احسن فيلم شفته السنه دي بلا شك، والاعجب اني دخلته بالصدفه وما كانش في الحسبان اصلا. بتكلم عن فيلم ساوند اوف فريدم. الفيلم مرهق جدا يا جماعه، انا قاومت دموعي بصعوبه جوه الفيلم في مشاهد كتير بصعوبه. العمل الفني ده عن جرائم بشعه بتحصل لحد النهارده للاسف، بتكلم هنا عن تجاره الاطفال وعن كميه الشرور اللي ممكن تكون موجوده في العالم واحنا مش منتبهين. الفيلم مبني على قصه بطوليه ملهمه حقيقيه، وده بيزود بشاعة الأثر يعني على اللي بيتفرج، وبيزود تعاطفه طبعا مع الضحايا بصورة رهيبة جدا. بنصحكم تخشوا الفيلم ده بلا شك، فيلم مش بيحاول يبهرك ولا معمول بتكلفة ضخمة، بس بينجح بامتياز في هدفه التوعوي. من الضروري يكون معاك مناديل قبل ما تشوفه يعني مش منديل، لا مناديل كتير هتحتاجه. بنسيب العمل الافضل في 2023 بنروح للجزء الثالث من سلسله ايكولايزر. السلسله دي ابتدت بدايه قويه باول فيلم ليها قبل ما تقل الجوده نسبيا في تاني فيلم حتى لو كان كويس برضو، لكن للاسف الجزء الثالث كان ابروتش غلط من وجهه نظري يعني، وده معناه انه اسوأ الافلام دي بالنسبه لي على الاقل. وحش لا، بس لو كانت ابتدت السلسله بالفيلم ده ما اعتقدش كانت كملت لحد كل ده. هنصحكم تشوفوا الفيلم ده في حلقه واحده بس لو انتم بالفعل من جمهور السلسله دي، غير كده مفيش داعي. بتقرب رحله 2023 انها تخلص، والفيديو دوت في هنا فيلم رعب من عالم افلام ذا كونجرينج، بتكلم عن فيلم ذا نان الجزء الثاني. برغم ان هو متصنف رعب لكن انا حسيته كوميدي يعني، حتى لو عن غير قصد بس هو كوميدي يعني، مش مقتنع ان كان نيتهم يخلوه كوميدي يعني، بس اهو طلع كوميدي. فيلم بيحاول بشده يكون مرعب بس الافكار متوقعه جدا يعني التوتر شبه منعدم يعني، المشاهد اغلبها كليشيهات بصراحه. ده بيخليني تاني اقدر فيلم زي سمايل اللي حكيت لكم عنه في اول الفيديو. ما انصحكمش تخشوا ذا نان لا. بما ان هنا جبنا سيره الافكار المتوقعه، فبنروح لفيلم لليام نيسون اسمه ريتريبيوشن. الفيلم مش وحش
بس فعلا متوقع بصوره متوسطه، يعني نص الفيلم على الاقل كده سهل تستنتجوه اثناء الفرجه. نصيحتي لو لقيتوه شغال اتفرجوا عليه، لكن مش محتاجين تشوفوه مخصوص. بعديه بنصحكم بفيلم لهواة افلام الجريمه تحقيقات، والمحقق الاشهر والافضل هيركيول بوارو، اللي بالنسبه لي اهم واكثر متعه من شارلوك هولمز. انا اسف للفانز بتوع شارلوك. بتكلم على فيلم هانتنج ان فينوس. هانتنج ان فينوس الفيلم الثالث من السلسله، بيلعب فيها دور هيركيول بوارو ممثل الاندر ريتد جدا والخطير جدا 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 كينيث برانا. بصراحه لازلت شايف ان ديفيد سوشي هو افضل من جسد دور بوارو، بس كينيث مبدع بصوره استثنائيه برضه، مش بقلل منه. المهم الفيلم ده هو اقل افلام السلسله في الجوده، وللاسف زي ما حصل في الجزئين اللي فاتوا قرروا يغيروا شويه في الروايه الاصليه. التغييرات اغلبها كانت هي نقط الضعف اللي في الفيلم ده، معرفش بيتغيروا ليه. لكن رغم كده الفيلم يستحق يتشاف، واتمنى يبقى فيه اجزاء رابعه وخمسه وسادسه. بس يا سلام بس لو يبطلوا يعني يحطوا تاتشاتهم بقى ويقحموا الصوابيه بالعافيه وكده. طيب انا قلت لكم ان انا ناوي اتكلم على 3 مسرحيات، نصحتكم جدا تشوفوا واحده من افضل المسرحيات الغنائيه الا وهي ولا في الاحلام، الاخت الصغرى لمسرحيه ليلى، جميله جدا. وبعدين نصحتكم ان انتوا تغيروا مود وتضحكوا من قلبكم على مسرحيه طيب وامير. دلوقتي انا هحكي لكم على مسرحيه عبقريه من مشهد واحد وكوليكشن فوق الوصف من الممثلين، اسمها بعيد عنك. المسرحيه تتكلم برضو عن العلاقات، وبتحاول تدي محتوى هادف مغلف بمود جميل، ضحك مبتكر جدا بصراحه. انا استمتعت بحضورها، احب اشوف ابطالها بيظهروا اكتر في اعمال تانية فعلا. كده نكون خلصنا كلام عن المسرحيات، بس لسه فاضل معانا 5 افلام نزلوا قبل نهايه عام 2023. اولهم فيلم للمخرج مارتن سكورسيزي وبطوله ليوناردو دي كابريو وروبرت دينيرو، اكيد عرفتوا لوحدكم. فيلم جميل جدا، انا بتكلم على كيرز اوف فلاور مون. يعني بس لو شلنا منه ساعه هيبقى احلى. الكلام ده ممكن يزعل الفانز بتاع سكورسيزي، بس دي الحقيقه بالنسبه لي على الاقل. الفيلم قصته مهمه وشيقه، بس كان محتاج ان وقته يقصر لانه فعلا اتاذى بسبب الوقت. توقيت بقى نزول الفيلم كان صدفه لا طبيعيه، مش هقدر اقول ليه من غير حرق ومن غير الكلام في السياسه، فطبعا اللي شاف فيلم هيبقى فاهم قصدي. وبنصح جدا تشوفوا الفيلم ولو على مرتين، يعني لو تضررتم من الوقت اعتبروه مسلسل من حلقتين مثلا. كده بيجي فيلم نابليون لمخرجي المفضل في الوقت الحالي على الاقل ريدلي سكوت. نابليون فيلم حلو، لكنه اهدر فرصه ذهبيه يكون فيلم يعني بيتارشف بقى كده، بيتحط في قائمه كلاسيكيات السينما. تمثيل مبهر، الحوار قوي، مشاهد المعارك مش موجود زيها دلوقتي تقريبا، يعني تحس حاجه كده من ريحه افلام التسعينات بره يعني، واوائل الالفينات ممكن برضو. بس يعني فيلم معمول باتقان يعني، بصراحه في الديكور والملابس وانفعالات الابطال يعني مفزع بصراحه في الحاجات دي. مشاكل بالنسبه لي حاجتين، اول مشكله المونتاج رغم طول الفيلم، لكن في اوقات كنت بحسهم بينطوا حتت مهمه من غير تركيز كافي. المشكله الثانيه هي بعض الاخطاء التاريخيه اللي يعني مش رهيبه، بس يعني انصحكم تشوفوا الفيلم. وجبه ممتعه فعلا لغاويين سينما بجد. هتسمعوا كلام سلبي ساعات عن الفيلم ده، فانصحكم تكونوا رايكم الخاص عن الفيلم، يعني بعيدا عن رايي حتى وراي الناس. شوفوا معانا اخر 3 افلام سريعا. فيلم هيبنوتيك لبن افليك، واللي كان بيدل على طموح كبير من مخرجه، لكن للاسف ما نجحش في جمع يعني كل قطع البازل اللي هو كان عايز يحطها. يعني قصته شخللت كده، الفيلم نفسه شخلل كده منه في الكيس في كام حته، قطع البازل ما ظبطتش. مش عارف يعني، انا مش قادر انصح انتوا تشوفوه. ممكن لو اتعمل له ريميك في المستقبل، لان الفكره نفسها كويسه ممكن يعاد استخدامها. الفيلم اللي قبل الاخير معانا هو اكوا مان الجزء الثاني، فيلم بلوك باستر كما يقول الكتاب بصراحه، يعني مسلي ترفيهي، بس للاسف هو ده اخر افلام عالم دي سي يو رسميا. فالفيلم اتظلم يعني زي ما اتظلم كده فيلم شازام الجزء الثاني، مع ان اكوا مان احلى بس anyway. الفيلم ده هو يعني افضل افلام عالم دي سي يو من فتره كبيره، يعني من وقت مثلا جاستس ليج نسخه زاك سنايدر مثلا. بنصحكم تخشوه وانتم معتبرينه فيلم مسلي، بس هو ما بيقولش حاجه مهمه ولا بيدعي انه عايز يقول حاجه اصلا، هو فيلم للمتعه فقط لا غير. اخر فيلم معانا هنتكلم فيه دلوقتي هو متصنف رعب، وان كان دموي نسبيا بس هو مش مرعب. هو ساكريفايس جيم، البطل بتاعه كان مينا مسعود المصري اللي هو معروف بفتره تمثيل دور علاء الدين. انا شايفه فيلم متوسط، لكن هنصح محبي افلام الرعب ان هم يشوفوه. ليه؟ عشان في طرح جديد بسيط اتحط فيه. هو مش فيلم واو خالص، بس يمكن تلاقوا فيه نكهه كده مستحدثه عليكم شويه. كان نبقى عدينا على 2023 كلها، حكيت لكم على 33 فيلم، 3 مسرحيات منهم 6 اعمال مسرحيه، 6 اعمال مصريه.
مش لازم كل يعجب بآراء افاده، وعشان كده احب اسمع منكم برضو عن افلامكم المفضله والغير مفضله في الكومنتات. لو دي اول مره ليكم على القناه ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناه، تدوسوا لايك وشير لاصحابكم. اشوفكم على خير.